السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. لو اول مرة تشوفوني، انا رانيا ودي قناتي، وما تنسوش اللايك والاشتراك لو عجبكم الفيديو. معانا النهاردة طاجن لحمة بالخضار، حاجة كده في منتهى الجمال. حرفيا والله ريحته فضلت في البيت لتاني يوم. حاجة كده خيال. اللحمة دايبة، الخضار ماسك نفسه كده، مش مهري بس بيدوب في بقك، مش اللي هو قاسي. شوية طماطم مخللة جنب الأكل، حاجة كده في قلبك. هنزل لكم الطماطم في فيديو تاني. حاجة تحفة. وطريقة اللحمة والخضار بسيطة جدا جدا جدا، ما فيهاش أي مجهود. كله بيتعمل مع بعض وبيدخل الفرن، حاجة كده وهم. معانا هنا كمية اللحمة اللي انت عايزاها. انا معايا هنا نص كيلو من اللحمة. خضار عبارة عن بطاطس وبصل وجزر وفلفل، لو حابة تحطي بسلة، حابة تحطي كوسة، حابة تحطي فاصوليا خضراء. بس كده هيقلب على تورلي. انا هنا بعمل طاجن لحمة بالخضار مش تورلي. حطيت البطاطس والفلفل، لو حابة فلفل الوان مفيش مشكلة، بس انا ما كانش بتاع عندي غير اخضر. والبصل مقطعة جوانح وجزر. حطيت نص معلقة من كل حاجة، ما عدا الملح معلقة ونص او حسب براحتك. حطيت فلفل اسود، كبابة صيني، 7 بهارات، بهارات لحمة، وسنة كمون. والملح انتي ملحي بقى التمليح العادي بتاعك. هقول تاني: فلفل اسود، كبابة صيني، سنة كمون، 7 بهارات وبهارات لحمة. والهريسة دي اختياري، حابة تضيفيها براحتك، مش حابة تمام لو عندك أطفال أو حد صغير بياكل. ومعلقتين من الصلصة الجاهزة. بعمل ده كله ميكس مع بعضه، البطاطس والبصل والفلفل والجزر والبهارات بتاعتي اللي احنا قلناها، ومعلقة من الهريسة الحارة اللي هي الشطة، ومعلقتين من الصلصة. بقلبهم ميكس على بعض وبسيبهم على جنب. عندي هنا فوق او طاسة او حلة معلقة من الزيت، معلقة من الزيت مش اكتر ولا اقل. اول ما يسخن عندي هنا حتة من الدوش او حتة من الدهن، بأديها صدمة مع الزيت واسيبها لحد ما تسخن وتتشوح ولونها يتغير معايا زي ما انت شايفة. وتنزل كل كمية الزيت او الدهن اللي فيها. دي دهن طبيعي او سمن طبيعي، بيخلي طعمها اولا في حتة تانية، ثانيا من غير اي اضافة دهون صناعية، بتخليها طعمها حلو جدا معايا. اضيف كل البهارات اللي انا ضفتها تاني، اللي هي الملح والفلفل والكبابة الصيني وبهارات اللحمة وال7 بهارات. هضيف هنا عود قرفة، وورقتين لورا، وفص توم صحيح، بيخلي تشويحة اللحمة او نكهة اللحمة في حتة تانية. عود قرفة، ورقتين لورا، فصين حبهان، وفصين توم صحيح مع تشويحة اللحمة. في ناس بتدخل اللحمة مع الخضار بنفس الخطوة اللي احنا عملناها على طول. انا ما بحبهاش بصراحة. بحب ادي اللحمة تشويحة على النار عشان تنزل العصارة بتاعتها والزفارة والدم بتاعها وكل حاجة. ومع الإضافات اللي احنا بنضيفها، اللي هو الحبهان واللورة والقرفة، بتخلي طعمها جامد جدا. عندي هنا الطاجن الفخار بتاعي، أو حابة تحطيه في طاجن بايركس براحتك، بس أنا حطيته في طاجن فخار. كنت قبلها مسخنة الطاجن الفخار في الفرن وأنا بعمل كل الشغل ده. لو خدتي بالك في دخان أو بخار أو حاجة طلعت من الطاجن. دي بيساعد ان الطاجن يغلي على طول اول ما الخضار يتحط فيه ويدخل الفرن. بحطه وبدي تقليبه حلوه كده علشان اضمن ان كل حاجه داخله مع بعضها. بنزل باللحمه بتاعتي، بشيل منها بس الحبهان واللورة والقرفه، علشان ما يبقاش حد متضايق وهو بياكل، او بتعمل مراره، او الحبهان لو جه تحت ضرس حد بيعمل مراره وبيبقى طعمه وحش جدا، وانا عن نفسي بتضايق منه جدا. انما اي حاجة تانية بحطها، اللحمة والدهن بتاعها والبهاريز اللي نزلت منها دي، بنزلها، اللي هو الدهن اللي نزل من عفوا من الدهون بتاعتها. بنقي كل حاجة مش مرغوب فيها بطلعها، وبحط لحمتي زي ما هي كده. حاجة طاجن حرفيا والله بالبهارات اللي قلتلك عليها. هتاكلي طاجن لحمة بالخضار، اوعي بجد ما كلتيهوش قبل كده. حرفيا ريحته كانت قلبة البيت لتاني يوم. ريحته خطيرة خطيرة خطيرة. عندي هنا حوالي نص كيلو من عصير الطماطم، او زي ما انت حابة. بضيفه على اللحم والخضار بعد ما بعمله زي ما انت شايفة معايا كده خطوة بخطوة. مش بضيف اي مية تانية،
مش بحط اي حاجة تانية. هي مية الطماطم اللي انا ضرباها مع مية الخضار اللي هينزل هيسويهم، ويخلي الخضار دايب معاكي واللحمة دايبة سايحة. مفيش احلى ولا اجمل من كده. مش بضيف اي مية تانية. انا عندي الغطا بتاع الطاجن بتاعي، لما جه يدخل الفرن غطيته بيه. انما انتي مش متاح عندك الغطا، ممكن تلفيه بورق فويل على ما يستوي السوى الكامل بتاعه، وبعدين تشيلي الورق الفويل ياخد وش. مش حابة تشيليه خالص براحتك، بس لازم حاجة عشان تعزل الحرارة وتعزل البخار معايا، تسوي اللحمة والخضار عشان يبقوا دايبين معايا وطريين في نفس الوقت، مش ناشفين. لان لو ما غطيتوش اللحمه هتنشف معايا وهتبقى جامده جدا تحت الضرس وناشفه، ومش هتبقى محبوبه جدا. الطاجن معايا بسم الله ما شاء الله حاجه في منتهى الجمال. اللحمه واخده لون حلو قوي، في نفس الوقت ما هيش ناشفه، والخضار ماسك نفسه بس وانتي بتاكليه بيدوب في بقك، مش محتاج اصلا انك تدوسي عليه بدرسك. حاجة كده في منتهى الجمال، مفيش أحلى ولا أجمل من كده. حابة تقدميه جنبه عيش وسلطات مفيش مشكلة، حابة تقدميه جنبه رز بالشعرية مفيش مشكلة، حابة تقدميه جنبه رز بسمتي أصفر برضو مفيش مشكلة. أنا حبيت أقدمه، عملت جنبه شعرية بس، ما حبيتش احط رز. كل واحد وذوقه، والاكل اذواق، وكل واحد على ما بيحب. بس حاجة حرفيا بتدوب في بقك، حاجة تحفة. انا حبيت اكتر الخضار اكتر من اللحمة. الخضار شارب من اللحمة وشارب من البهارات بتاعتها، وطعمه يجنن. يعني هو الطاجن ده اعمليه وكليه بس كده، هو الخضار بتاعه واللحمة دايبة زي ما انت شايفة، مش محتاجة امسكها حتى بايدي، هي بالشوكة بس كده بنضغط عليها. واللحمة طعمها حلو جدا، والخضار طعمه جميل جدا جدا. بصي مش هوصف لك قد ايه لما تجربيه. ممكن بربع كيلو لحمه، كل واحد على حسب مقدرته او على حسب احتياجات بيته، انتوا كم فرد او كم اسره، إيه عدد الاسره كام. انا عملت جنبه شويه طماطم مخلل وشويه شعريه، والطاجن مفيش غلطه. طاجن مفيش احلى ولا اجمل من كده. هنزل لكم طريقه الطماطم المخلله في فيديو لوحدها. حاجة كده دايبة في قلبك، ويدفينا في ليل الشتاء البرد ده. وطاجن مفيش غلطة فيه. خضار، عايزة تاكلي خضار فيه، اللحمة فيه، وفي نفس الوقت ممكن تعملي كمية لحمة صغيرة، مش شرط كيلو أو اتنين، ومش شرط نص برضو. كل واحد وعدد أفراد أسرته وعدد الأفراد الموجودة عنده هتاكل. بسم الله ما شاء الله مفيش غلطة. هستناكم تجربوه، هستنى تعليقاتكم الجميلة. السلام عليكم.